السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد كله طاقة كده وجميل، حاجة حلوة كده حرشة. قلاش المحلات بتركات سهلة وبسيطة، مش هياخد منك 5 دقايق من غير توريق ولا دهن بين الطبقات، وهيطلع مقرمش ومرق وجميل. تحشيه بالحشوات اللي انت عايزاها بعد ما يستوي، سواء كريمة او سواء مكسرات اللي انت عايزاه، زي ما وريتك كده في الاول الفيديو وانا بحشيه. آه، مقرمش جدا من جوه، طري من بره، لون ذهبي. كل اللي هيدوقه هيسألك عليه وهيقولك انتي عاملاه ازاي. انا كده ده الظهر بتاعه قلباه علشان ايه؟ علشان يشرب. بياخد طبقة من فوق وارجع اقلبه علشان يشرب من فوق زي من تحت. تركات في العسل هتخليه معاكي مظبوط جدا وريحته زي المحلات. تعالوا نشوف اول خطوة معانا. هنولع على العسل. ازاي العسل معانا؟ السكر قد المية، تمام. ساعة ما ياخد الفوم اللي فوق ده، الغلوة اللي فوق دي او الرغاوي دي كلها، تعصري له ليمونتين حلوين او شوية ملح ليمون، بس ما تكتريش عشان ما يمررش معاكي. واللي هيديكي بقى الريحة مش الفانيليا، مية الورد او عود القرفة. عندك ده او ده تمام، ما عندكيش يبقى اخر حاجة الفانيليا. عايزة تحطي الفانيليا مع مكون من اللي انا قلت عليهم تمام، هيبقى معاكي جميل جدا. تالت حاجة بنجيب الورقة، لفة قلاش نص كيلو، بنفردها بنقطعها شرايح. الخطوة دي انا كنت عاملاها بس والله تقريبا الفيديو فصل، فيعني معلش عذرا. هنقطعها حوالي 30 سنتي لكل واحدة، ماشي. نص الصبع بتاعك، العرض هيبقى نص الصبع، يبقى الورقة هتقسم معاكي اللفة هتقسم معاكي 3 شرايح بالطول، ماشي. او ممكن تسيبيها وهي ملفوفة زي ما هي رول، وتقطعيها وبعدين تفردي جزء جزء. خلاص تمام كده. وناخد الطبقة بقى وايه، واقلبي كده وايه، واعملي السمبوسات بتاعتك دي، تقطعي مربع وتطويه. تعالوا بقى، يعني الخطوة دي بنكون سيحنا شوية سمنة، نص تسيحة كده، ما بنقدحهاش عشان ما تعملش حموضة. وندهن بقى، يعني تاخديها بقى تتهني كده، تشربيها بالفرشة كده، تتهنيها خطوة بخطوة. انا مقربة لك اهو طريقة الدهن. الورق بعد ما بيبقى ابيض بيبقى لونه سمني كده، لون السمنة، ماشي. طبعا ثواني. طبعا ايه معانا دي كانت الصينية التانية، او زي ما انتوا شايفين كده، دي كانت الصينية التانية اهي معانا. هعملها بقى واكون مولعه الفرن من قبل ما اشتغل، يكون الفرن سخن. بنحطه في درجه حراره في النص، القلاش بيتحط في النص، ولما بيجي ياخد وش بننزله لتحت. ليه بقى؟ بالذات القلاش اللي هو مش الجاهز. فيديو الكنافه هنزله لكم برضو، تركات تحفه جدا وحاجه بسم الله ما شاء الله، هتبقى استاذه فيها. كده بقى ناخد العسل واللي احنا عملناه مع بعض، يكون العسل برد، او لو العسل سخن بتبردي لو العسل سخن بتبردي القلاش او بتبردي الحاجة بتاعتك. يعني حاجة باردة وحاجة سخنة، حاجة بدرجة حرارة الجو وحاجة سخنة لسه. طبعا الشكل قدامكم اهو. كنت بطلع الكنافة اللي هي دي صينية كنافة. كان هنزل لكم فيديو الكنافة لوحده. وبقى بنجيب العسل وتكبي عليه او تحطي العسل وتقلبي زي ما شفنا في بداية الفيديو، علشان كله يبقى شارب، ومن جوه من بره مقرمش ومن جوه طري. عايزاه من جوه ناشف، كله ناشف في بعضه. بتغيبيه في الفرن شوية وبتكتري له السمنة بتاعته. احنا بنحبه طري شوية، ف يعني ايه، ما غيبناش في الفرن جامد، والسمنه كانت يا دوبك كويسه كده عليه. انما بقى عايزاه يبقى ناشف، اللي هو يعني يقرش كده كله ببعضه، يدوب في البق. بتغرقيه بقى في السمنه، يعني بتبقى السمنه يعني
بتفيض منه كده، تحط عليها وتفيض منه وتصفيها. بس انا الحركة دي يعني بتتعبنا شوية لانها بتبقى دسمة، فانا بقرر ان انا يعني اعمله بالطريقة دي، بتبقى بين البنين كده. الكنافة اهي ديت، الكنافة بشوفها من بره الناشفة عشان لما احط عليها العسل تطرى شوية، تبقى برضو من بره مقرمشة ومن جوه يعني ايه، ومن جوه بسم الله ما شاء الله تبقى طرية. تعالوا بقى إيه كده، احنا خلصنا بنسقي حاجتنا بقى وبنركنها. إيه تعالوا بقى هوريكم ازاي لما تيجوا تعملوا الكنافة او تعملوا او تحشوا القلاش هتحشوه ازاي. في الخطوة دي بتحشي، ما بتحشيش قبل، لان انت ما بتقفليش، انت عايزاه كله طبقات كده زي المثلث، رولات فوق بعضها، طبقات فوق بعضها. بنفتح بقى القلاشة، بناخد القلاشة ونفتحها، وبعد الفتح جربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.